تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا أبلغك البعض وحضرتك في قصر الرئاسة إنه في مدينة الغردقة هناك سائحة تسير على الشاطئ بمايو، وإنه في شرم الشيخ في سائح آخر ماشي في الفندق وهو بيشرب الخمر، وإنه في القاهرة هناك سائح راح لأحد الفنادق وبيلعب في صالة قمار اللي موجودة في هذا الفندق. رد فعلك هتكون يعني العالم كله السياحة فيه بطريقة، وانت في مصر هنا هتعمل سياحه جديده. لانني مسلم اقبى على كرامتي ان الست تقلع قدام كل الناس يتفرجوا عليها. يا سيدي اللي مش عايز يبص ما يروحش. ده كلام خاص. خلاص اذا العلماء قالوا ان هذا حلال اهلا وسهلا. حلال ايه؟ الست دي مالهاش دعوه بحلال وحرام، دي فرنسويه ولا روسيه؟ انا حاكم يا اخي ممنوع تدخل، انت ما تخشش، ما تدخلش المصريين الشواطئ دي، المسلمين ما يخشوهاش. لا عندك أولاد؟ عندي أولاد طبعا. ربنا يخليك. لو واحد فيهم اتجوز واحدة وأرادت ألا ترتدي الحجاب بصفة عامة، حكم مصر هتحجبوا القبطيات؟ السياحة دي قطاع مهم جدا، هتعملوا فيه إيه؟ أو بيلف بس هم عندهم شواطئ فيها مايوهات فيها كذا. يعني الشواطئ في مصر مش هيكون فيها مايوهات. هتخسر سائحين ألمانيا وأسبانيا وروسيا ومش عارف إيه والكلام ده. دول بيحبوا المواطن المصري أدين بالديانة الإسلامية أو المسيحية أيا كان، بقوم بعباداتي، بصلي وبصوم وحجيت وكل حاجة في الدنيا كلها، بس قلبي حب واحدة. وبعدين قعدت معاها في مكان عام، مش مراتي ولا أختي، ومسكت إيديها وقلت لها أنا بحبك، وشربنا عصير ومشينا. المنظر ده مش متاح في مجتمعات محددة يحكمها التيار الإسلامي. المنظر ده ممكن يوديك السجن. هل في هذا الوقت هروح السجن لأن حبيت واحدة وقعدت معاها؟ الجانب الرسمي والقانوني، هل سيتعرض هذا الشخص وهذه الشخصة لمشكلة مع الدولة؟ وحواري معاك الآن مهم جدا، لأنه في ظل صعود التيار، سواء حضرتك بقيت رئيس جمهورية أم لا، وربنا يوفقك ويوفق الجميع، لكن التيار نفسه صاعد، وبالتالي هو موجود في أي ضيف. بحاول أبحر في تاريخه. عرفت حكاية كده ظريفة هقولها للأستاذ حازم صلاح إسماعيل بعد الفاصل اللي جاي، انه اخترق النظام التعليمي المصري وهو صغير، وهو طالب وتلميذ، وكان بيسيب الحصص وكان بيسيب المدرسة ويقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه وخدوني غياب، ويروح يصلي جماعة في الجامعة. قضايا مرشح الرئاسة هي دي أسئلة اللي بتوجه لمرشح الرئاسة؟ يعني هو ده الموضوعات؟ هي دي الموضوعات الحيوية التي تهم الشعب المصري في المرشح للرئاسة؟ ايوه كده الحقيني حضرتك قولي. تمام. يعني دايما بتركزوا له على الحتت دي، رغم ان احنا مش عايزين الحتت دي. هو قال لك انا عندي اجابتين، اجابه دينيه حسب معتقداته وحسب معتقداتنا احنا حتى المتدينين بالفطره، تمام، واجابه رئاسيه. انا بنصحه بصراحه ان هو يحاول يخرج من الزنقه اللي دايما الاعلام بيزنقها له دي، خلاص، في حته شغل الست ومش شغل الست. حتى لما قال ان شغل الست بهدله وما فيهوش كرامه، لما راجع مع برنامج الحقيقه وقال ان فعلا ما فيش كرامه لانتهاكها في التوك توك والتنفيذ والحاجات المناظر اللي بتحصل للسيدات العاملات الحكوميات العاديين، تمام، كان منطقه يعني لا يقبله اي انسان سواء مسلم او مسيحي او اي واحد، خلاص، او ليبرالي او علماني او اي حد من اللي احنا بنتكلم عنهم دول. ليه بتزنقوه في الاسئله دي؟ ودي حاجات خايبه، تمام، بالنسبه لبرنامج رئاسي المفروض ان احنا نشوف البرامج التنمويه بتاعته زي ما بيقول، خلاص. وهو الراجل ما قالكش حتى البورصه حرام، والله يكون يعني الراجل قال لك لا البورصه نظامها جميل ويؤدي لانتعاش الاقتصاد. الراجل بيتكلم على البنوك الاسلاميه ان هي بتعمل حاجه مشاريع صحيحه وبتعود بفائده اكتر، ودايما هنكسب فيها مش هنخسر، تمام. احنا عايزين نناقش البرامج الرئاسيه بتاعته، خلاص. هو والناس المحترمه اللي هي التيار الديني اللي انتم متضايقين منه، او يعني مش حضرتك بالذات، يعني ان في بعض الناس متضايقه منه. احنا جربنا التيار الليبرالي ولا العلماني بقى لنا 60 سنه عايشين، خلاص. تركيا جربت الليبرالي الدين، يمكن يا سيدي عشان مثلا هم ما بيسرقوش، يمكن هيراعوا ربنا في شويه حاجات، يمكن الحاجات دي كلها خلاص تساعد البلد على الانتعاشه، خلاص. وبعدين الراجل بيحترم الطائفه المسيحيه جدا، بيقول لك حتى لو قدمنا لهم حريات المسلمين مجموعه في الدول الغربيه كلها، احنا كشريعه اسلاميه بنقدم ما هو اكثر، خلاص، لان بنحترم الدين الاخر. استاذه فيفي رايك واضح جدا، وهو بيشكرك وانا بشكرك كمان، لان حوارنا ده مهم جدا في الاختلاف.